تعرض الإسماعيلي لهزيمة أمام نادي سموحة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع العاشر. وأكد أحمد العجوز مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن إدارة النادي الإسماعيلي لا تفكر في إجراء أي تغييرات بالجهاز الفني الحالي، وذلك رغم الهزيمة الأخيرة أمام سموحة في الدوري. وأوضح أحمد العجوز أن الجهاز الفني بقيادة الجزائري ميلود حمدي مستمر في عمله بشكل طبيعي ولن تتم إقالته في الوقت الحالي، حيث يحظى بثقة مجلس إدارة الدراويش في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن هناك اجتماع مرتقب سيجمع الجهاز الفني مع مجلس الإدارة لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بمستقبل الفريق الأول للدراويش. وكان الإسماعيلي قد تعرض للهزيمة أمام سموحة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع بينهم على استاد برج العرب، وسجل لسموحة هدفيه في الشوط الثاني عن طريق باجي في الدقيقة 49 وأحمد فوزي عطية في الدقيقة 56 ليواصل الدراويش نزيف النقاط.